ايه ده؟ الهوا بتاعتي حلوه قوي، بتعوم حلو جدا كمان. لما اخد غطس كده تحت الميه علشان اشوف الاسماك الملونه الجميله دي كمان. يا خبر، ايه ده؟ ايه الاسماك الملونه دي كلها؟ شكلها جميل جدا كمان، والعوامه بتاعتي شكلها جميل وخفيف كمان. ايه العوامه يا سيمبا؟ انا عايزه اعوم شويه بالعوامه الجميله بتاعتك دي والنبي يا سيمبا. لا لا يا سكيمو، مش هينفع اديها لك، العوامه دي بتاعتي بابا اللي جابها لي. يبقى خلي مامتك تجيب لك عوامه زيها يا سكيمو. لا يا سيمبا، انا هاخد العوامه دي، يعني هاخدها وكمان هغرقك في الميه عشان تحرم بعد كده تحداني وتدينيش العوامه بتاعتك كمان يا سيمبا. يلا اغرق بقى يا سيمبا، اغرق. يا خبر منك الله يا سكيمو. يا بابا الحقني، يا بابا الحقني. يا سلام يا سلام، حلة المحشي اللي انا عاملاها جميلة جدا كمان. ما تاكل يا ابو سيمبا من المحشي الجميل اللي انا عاملاه ده. لا يا ابو سيمبا لا، ما تاكلش حاجة من المسكيم دول، بس المحشي اللي انا عاملاه احلى من بتاعها بكتير، هي ما بتعرفش تطبخ كمان. يا خبر، محشي على شاطئ يا ابو سيمبا؟ انت ومسكيمو مش قلنا 100 مرة الحاجات دي ما تنفعش على الشط ولا ايه؟ ما تجركش يا ابو سيمبي، ما حدش بقى يقدر يقول لنا ما تجيبوش حاجه على الشط ولا حاجه، احنا دافعين فلوس وهنجيب اللي احنا عايزينه كمان. يا خبر يا مسكيمو، ما ينفعش كده، ادي الظابط جاي علينا هناك، ربنا يستر وما يكونش خد باله كمان. انت يا مدام انت وهي اللي جايبين محشي على الشاطئ، قلنا 100 مره قبل كده ما ينفعش تجيبوا محشي على الشاطئ هنا، لو سمحت شيلوا المحشي ده لما هاخدكم معايا على الاسم كمان. يا خبر يا خبر، هو انت بتتكلم كده ليه معانا يا حضرة الظابط؟ هو احنا كنا جبنا حاجة غلط يعني ولا ايه؟ احنا دافعين فلوس ونجيب اللي احنا عايزينه كمان، ومش هنشيله يعني مش هنشيله. يا خبر يا خبر، كمان بتتحديني وكمان بتعطي اوامري كمان. طيب يلا قدامي على السجن بقى وهتدفعي غرامة كمان. يا خبر، هو انت كمان بتهددني يا حضرة الظابط؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مش هاجي قدامك ومش هتحرك من مكاني كمان؟ ايه ده يا مسكيمو، ما ينفعش كده، ما ينفعش تقولي للظابط كده كمان، روحي قدامه واسمعي الكلام يا مسكيمو. لا لا يا ابو سمبي، انا بقى مش هتحرك من مكاني كده. طيب انا بقى هجيب دلوقتي الكلاب الحراسه واخليك تتحركي غصب عنك كمان. ايه ده يا خبر، ايه الكلاب دي كلها؟ لا خلاص انا هاجي معاك اهو يا حضره الظابط، انا جايه معاك. احسن تستاهل يا مسكين يا ابو سمبا، تستاهل. لا ما ينفعش كده يا ابو سمبا، انا لازم اروح اطلعها من الاسم لحسن جوزها يسالني عليها كمان. ايه ده يا خبر، هو سمبا اللي جاي هناك ده مع المنقذ ده ولا ايه؟ ايه ده، ايه اللي حصل يا حضره المنقذ؟ انت امه يا مدام، سمبا ابنك كان بيغرق في البحر، كان معاه ولد صغير وحاول يغرقه كمان. يا خبر، ده اكيد سكيمو الشرير هو اللي حاول يغرقه. فوق يا سامبا، فوق يا حبيبي، ايه اللي حصل يا سامبا؟ ايوه يا ماما ايوه، سكيمو هو اللي حاول يغرقني يا ماما الشرير ده، وكان عايز كمان ياخد عوامتي ونضارتي كمان يا ماما. يا خبر يا حبيبي، عاجبه قليل الادب ده، وما ناخدهوش معانا في حته كمان علشان هو قليل الادب كمان. يا سلام يا سلام، ايه ده في سمكه كبيره قوي موجوده في الميه اهي، انا هغطس بقى وراها عشان اشوف مكانها فين، وكمان امسكها واروح راجع لهم عليها عشان يعرفوا ان انا شجاع كمان وياكلوها كمان ويعملوا عليها رز كمان. خدي هنا يا سمكه يا كبيره انت، انا لازم اصطادك كمان. معلش يا حضرة الضابط، انا متاسف ليك جدا، ممكن نطلع ام مسكيمو علشان نروح كلنا بالسلامه كمان، لحسن كلهم هيسالوني عليها هناك ويبقى شكلي وحش قوي. ما ينفعش يا عم ابو سمبا، ام مسكيمو دي قليله الادب كمان وعلت صوتها علينا وما كانتش راضيه تيجي معانا، احنا لازم نحبسها يومين ولا حاجه عشان تتعلم الادب وتحترم القوانين كمان. انا اسف جدا يا حضرة الضابط، انا عارف ان احنا غلطنا كمان، بس دي اخر مره هنعمل كده، وكمان ام مسكيمو لو عملت كده مش هجيبها معايا في اي مكان تاني، ارجوك بس تسامحها وتخرجها من السجن. طيب علشان خاطرك انت يا عم ابو سمبا، بس لازم تدفع غرامه 500 جنيه علشان اللي هي عملته ده، والنبي طلعني من هنا يا ابو سمبي، انا مش عايز اقعد في السجن ده اكتر من كده، دول سلطوا عليا فيران وبراغيث كمان يا ابو سمبا. طيب يا مسكيمو ما تقلقيش، انا هدفع الغرامه وهخرجك بقى وامري لله كمان. الحمد لله على السلامه يا مسكيمو. عملوا فيكي ايه بقى في السجن؟ اكلوكي عيش وحلاوه كمان؟ الترياج يا ام سمبا، عقبالك لما تدخلي السجن انت كمان. ايه ده يا خبر، هو الواد سكيمو راح فين يا واد يا سمبي؟ ما طلعش معاك من الميه ولا ايه؟ لا يا طنط ما طلعش معايا، هو كمان حاولني كمان وكان هيغرقني، رحت انا طلعت كمان وسبته. يا خبر، الحقني يا ابو سمبي، الواد سكيمو شكله غيرك في الميه ولا ايه؟ تعالى والنبي ندور عليه لحسن يكون حصل له حاجه كمان. منك لله يا مسكيمو انت وابنك، هو انا كل شويه بقى هقعد ادور على ده واجيب ده من السجن ولا ايه؟ معلش يا ابو سمبا، تعالى اما ندور على سكيمو لحسن الواد يكون غرق ولا حصل له حاجه كمان. يا سكيمو يا حبيبي انت فين يا واد يا سكيمو؟ يا خبر يا ابو سمبا، ده شكله غرق في الميه ولا حصل له ايه؟ ما تقلقش يا مسكيمو، هنادي عليه مرتين ثلاثه كمان ولا حاجه وان شاء الله هنلاقيه كمان. يا سكيمو انت فين يا حبيبي؟ لو سمعنا رد علينا كمان. ايه ده يا خبر، صوت عمو سمبا بينادي عليا وماما كمان. يا ماما الحقيني يا ماما، سمكة القرش حبساني في قفص وعايزة تاكلني، تعمل لي بلوبيف كمان يا ماما.
يا خبر يا خبر، سامع يا ابو سيمبا؟ سامع؟ انا سامع صوت الواد سكيمو جاي من تحت البحر كمان وبينادي عليا. يا خبر، ايوه انا سامع صوت سكيمو فعلا. تعالوا طيب ننزل تحت البحر كده ونشوف هو صوته ولا ايه. يا خبر يا ابو سيمبا، انا خايفه قوي لا يكون سمكه قرش حبسه ولا حاجه وتاكلنا كمان. ما تخافيش يا ام سيمبا، ولو عايزه تخليكي هنا خليكي، وانا هنزل اشوفه على طول واطلع كمان. لا يا ابو سيمبا، ما اقدرش اسيبكم لوحدكم كمان. يلا كلنا ننزل وربنا يستر. اديني النضاره دي يا سيمبا عشان ننزل يا حبيبي. ماشي يا ماما، اتفضلي يا ماما. انت فين يا واد يا سكيمو؟ انت فين يا حبيبي؟ انا هنا اهو يا ماما. الحقيني الحقيني يا ماما، الحقيني. سمكه القرش الشريره حبستني في القفص ده ومش عايز تخرجني يا ماما، عايز تعمل مني بلوبيف كمان. وانت ايه اللي جابك هنا يا واد يا سكيمو؟ ايه اللي وداك ورا سمكه القرش يا جاي الادب انت؟ ايوه يا ماما، انا قلت اعمل شجاع واصطاد السمكه الكبيره دي علشان اجيلكم بيها واقول لكم قد ايه انا شجاع وقوي كمان واصطدت السمكه الكبيره. راحت هي واخداني وحبساني في القفص، والنبي يا ماما خرجيني من هنا، خرجني من هنا يا عم ابو سيمبا، والنبي خرجني من هنا، انا خايف قوي. يا دي النيله، كل شويه انقذ حد فيكم؟ هو انتوا كل شويه تجيبوا لي مشكله ولا ايه؟ طيب اعمل ايه انا دلوقتي؟ معاك حاجه نكسر بيها القفص ده يا سيمبا عشان نخرج ابن عمك يا حبيبي؟ لا يا بابا مش معايا. ايوه يا بابا، انا معايا المفتاح ده. جرب كده، اكسر القفل كده، ممكن يتكسر كمان. طيب يا سيمبا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا خبر، الحمد لله يا سكيمو، ادينا فتحنا القفل اهو. اخرج يلا بسرعه ويلا عشان نطلع لفوق كمان. متشكر جدا يا عم ابو سيمبا. استنى بجيب العوامه والنضاره كمان. يلا مش وقته يا سكيمو، سمكه القرش لو جت وشافتنا هتعمل منا بطاس محمره كمان. لا استنى والنبي يا عم سيمبا، هجيب النضاره والعوامه واجي على طول، لحسن دول بتوع سيمبا ولازم اربهم ليه كمان. انتوا عايزين تاخدوا مني الواد سكيمو الصغير ده وتاكلوه؟ انا لازم اكله واعمل منه جروبيف كمان. يا خبر، الحقني يا عم ابو سيمبا، الحقني، سمكه القرش جت عليا كمان. منك لله يا سكيمو، وقلنا لك مش لازم النضاره والعوامه كمان. طيب هنعمل ايه دلوقتي يا ابو سيمبا؟ ما اعرفش يا ابو سيمبا. ايوه انا عندي حيله يا ابو سيمبا. احنا هندي العوامه والنضاره دي لسمكه القرش ونقول لها ان هم عوامه سحريه كمان، وهتخليها تختفي وتاكل كل الاسماك اللي هي عايزاها، واول ما تاخدها هنطلع احنا كمان. ايوه فكره حلوه جدا يا ام سيمبا. قولي لها انت بقى كل الكلام ده. ايوه يا سمكه القرش يا جميله يا حلوه، انت شايفه النضاره والعوامه دي عوامه سحريه، اول ما تلبسيها تختفي على طول وتاكلي كل اللي انت عايزاه من غير ما تبالي كمان. يا سلام يا ام سيمبا، ايه الاختراعات الحلوه دي؟ طيب انا دلوقتي سامحتكم وسمحت لكم ان انتوا تطلعوا من الميه كمان. يلا مع السلامه يا اولاد، في امان الله في امان الله في امان الله. متشكر جدا يا سمكه القرش. يلا يا واد يا سكيمو، يلا يا سيمبا، يلا كلنا نطلع بسرعه، يلا بينا. لما البس النضاره كده واشوف بقى هختفي ولا لا، علشان اكل كل الاسماك من غير ما ياخدوا بالهم كمان، واكل كميه كبيره قوي من الاسماك كمان. ايه ده هو انا ما اختفتش ليه؟ يا خبر، ابو سيمبا نصب عليا. ماشي انا هوريكم وهاكلكم كلكم كمان.